في بنت طلبت أوبر الساعة 2 الفجر. حساك مستني نهاية تعيسة للقصة. مش هيحصل. Welcome to the good news. في بنت اسمها مريان، أخوها كان تعبان بقاله كذا يوم، لحد ما في يوم الوجع اشتد عليه بطريقة لا تحتمل. كانش في عربية في البيت، طلبوا أوبر، راحت هي وأخوها ومامتها وباباها للمستشفى. طبعا كان طبيعي هنا ان بعد ما اوبر يوصلهم يمشي، بس كابتن محمد ما عملش كده، ده فضل معاهم ودخل اخوها المستشفى ودخل يتخانق بالنيابه عنهم وقال لهم ده اخويا، فين الدكتور؟ ولما لقى ان الدكتور بيتاخر قام واخدهم كلهم وطلع على مستشفى تانية هو يعرفها، وهناك وصلوا بدكتور كويس. والله العظيم انا لحد هنا وانا بقرا كنت مرعوبه ليكون الموضوع فيه تجاره اعضاء. المهم دخلوا المستشفى التانية، قام محمد واخد اخوها حطه على كرسي وتاكد ان هو وصل لغرفه العمليات وركبوا له محاليل. هل يمشي؟ برضه لا. فضل قاعد مستنيهم لحد ما خد الأسرة كلها وروحهم واطمن على إن أخوها بقى كويس. مريان خدت القصة وكتبتها كلها على جروب اسمه كباتن أوبر وكريم في مصر، وبصراحة إحنا كنا لازم نتأكد من القصة فبعتنا لها وهي وافقت إن إحنا ننشرها. ومن هنا عايزة أقول لكم يا جماعة، لما حاجة حلوة تحصل بليز احكوا للناس وتعالوا قولوا لنا، وخلونا دايما نفتكر إن لسه فيها حاجة حلوة. شكراً.